الأهلي يكشف مصير ريبيرو بعد التعادل أمام غزل المحلة، وجلسة خاصة مع محمود الخطيب. كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب تعادل النادي الأهلي أمام غزل المحلة بدون أهداف في لقاء الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري، وقبل اللقاء المرتقب أمام بيراميدز في الجولة الخامسة يوم السبت المقبل. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن ريبيرو مستمر مع الأهلي في الفترة المقبلة ولا يوجد أي تفكير في رحيله قبل مباراة بيراميدز، وأكد أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يدعم ريبيرو في استكمال مشروعه مع الفريق، خاصة أن الوقت مبكر في الحكم على المدرب حتى بعد التعادل السلبي أمام غزل المحلة في لقاء اليوم. وأشار المصدر إلى أن الأهلي لعب 3 مباريات فقط في المسابقة والمنافسة مستمرة، موضحا أن ملامح المشروع مستمرة ولا يفكر النادي في الوقت الحالي في رحيله. جلسة مرتقبة مع محمود الخطيب، وشدد على أن المدرب سيتواجد في مباراة بيراميدز بشكل طبيعي، لافتا إلى أن الكابتن محمود الخطيب من المرجح أن يعقد جلسة معه ومع اللاعبين قبل تلك المباراة، مشيرا إلى أن رئيس النادي لن يتقبل أي نتيجة سوى الفوز. والأهلي يتعادل مع غزل المحلة. وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره غزل المحلة بدون أهداف في لقاء الفريقين بالجولة الرابعة من الدوري الذي جمعهما اليوم الاثنين على استاد المحلة. رد فعل غاضب من جماهير الأهلي بعد التعادل أمام غزل المحلة. سيطرت حالة من الغضب على جماهير الأهلي عقب تعادل الفريق أمام غزل المحلة في اللقاء الذي جمع بالفريقين بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري. وهتفت جماهير الأهلي ضد لاعبي الفريق وخوسيه ريبيرو المدير الفني، وخرج لاعبو النادي الأهلي بشكل مباشر لغرفة الملابس عقب انتهاء المباراة مباشرة. ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري في تمام 9 مساء يوم السبت المقبل على ملعب السلام. ماذا حدث من جانب لاعبي الأهلي عقب مباراة الغزل؟ وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة حزن وانفعال من لاعبي الأهلي أثناء الدخول لغرفة الملابس عقب مباراة غزل المحلة، وسيطرت حالة من الحزن عليهم داخل غرفة الملابس، مشيرا إلى أن اللاعبين رفضوا التصوير مع الأطفال والجماهير خلال تواجدهم بالممر. وتابع خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي اتجه لأوضة اللبس وسط هدوء تام دون التحدث مع أي أحد.